مساء الخير عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. النهارده جايبه لكم حاجه كده جميله بجد، احلى من البغاشه واطعم من القطايف. حاجه روعه كده واقتصاديه جدا. لا بيض لا لبن لا زبده لا، يعني يا دوبك كده شويه دقيق وشويه ميه وحاجات بسيطه جدا جدا جدا، وتطلعي احلى حاجه حلوه تتسلي فيها كده بالليل وانت قاعده على التلفزيون. حاجه روعه، او تقدميها لضيوفك. روعه روعه روعه، اقتصاديه جدا جدا. وكمان هتشوفوا ان ديت معموله بكميات قليله جدا، ودي كمان نص الكميه اللي انا عاملاها. حاجه كده جميله، مقرمشه من بره وطعمه من جوه، حاجه تحفه تحفه وما فيهاش اي تكاليف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعملوها وجربوها وقولوا لي رايكم فيها في الكومنتات. واللي معانا دلوقتي يا ريت كده ينزل بسرعه كده يعمل لايك. اللهم صل على سيدنا محمد. كوباية مية عليها كوباية سكر، عصرة ليمونة. هرفعها على النار، وبعد ما تغلي هسيبها على النار، على نار هادية كده حوالي 4 دقايق 5 دقايق كده بعد الغليان. وبعدين شوية فانيليا وخلاص على كده. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقى أنا حطيت معلقة كبيرة سكر بودرة، ونص معلقة سكر بودرة أو سكر عادي يعني، بس أنا كان عندي سكر بودرة فحطيته، ونص معلقة ملح. وحطيت عليهم نص كوباية مية، وحطيت عليهم معلقتين زيت، وهنزل بالدقيق. بس دي كل مكوناتنا. مش فاضل غير معلقة سمنة أحطها، عايز تحطيها حطيها، مش عايز تحطيها ما تحطيهاش، بس يعني عشان تطعمها. اللهم صل على سيدنا محمد. نزلت بقى بكوبايتين من الدقيق، يعني انا حاطه نص كوبايه ميه، ومعايا طبعا بقيه كوبايه الميه عشان اعجن بيها. بس انا كنت حاطه الاول النص كوبايه ديت عشان دوب فيها الايه السكر والملح عشان ما يبقوش حبيبات. وحطيت فيهم كيس فانيليا. اللهم صل على سيدنا محمد. هبدا اعجن بقى كده، وانزل بالميه ببقيه الكوبايه اللي معايا دي شويه شويه لحد ما تتعجن وتبقى زي ما انتم شايفينها كده، ناعمه وجميله زي ما انتم شايفينها. نزلت عليها بقى بمعلقه من السمن البلدي، زي ما قلت لك، عايز تحطيها حطيها، مش عايز تحطيها بلاش. ما تنسيش اللايك. اللهم صل على سيدنا محمد. حاجه تحفه وحاجه جميله سهله كده. خلاص احنا حطينا كل المكونات بتاعتنا، ايه رايكم؟ في اسهل من كده؟ انا بحب الحاجات ديت اللي هي زي كده، بحبها يعني صبحه بصبحه. فالكميه ديت بتاعت الكوبايتين الدقيق، كوبايتين دقيق يعني حوالي ربع كيلو دقيق. اللهم صل على سيدنا محمد. طلع كميه كبيره جدا، فمش هعمل الكميه كلها، انا هقسمها. هاخد نصها واشيله في قلب الفريزر. لما عاوزه يعني اعمله هطلعه قبلها بشويه، وهاخد نص الكميه بس واعملها، وشوفوا نص الكميه تطلع لي كميه قد ايه. انا بفردها على النشا، دي لازم تتفرد على النشا، ما ينفعش على الدقيق. بفردها على النشا. بس انا انتوا عارفين مشكلتي، اللي يعني متابعني عارف مشكلتي ان انا الرخامه عندي صغيره شويه، فهحاول افردها كده يعني بنتحايل على الرخامه من الطرف كده. لسه ما اتفردتش قوي، فتنتها واخدتها كده، والجزء اللي اتفرد ده هبدأ بقى ادهنه. بس بفرده يعني انا عايزاه يبقى مش شفاف قوي قوي، بس عايزاه برضو شفاف، يعني عايزه ما احط ايدي تحتيه كده تبقى صوابعي باينه. دهنت الجزء اللي هو اتفرد ده، والجزء اللي متني ده لسه هكمل فرده، بس بعد ما ابدا الورها شويه. بصوا، شايفين؟ لفتها كده زي ما انتوا شايفين. هبدا بقى اعدلها عشان افرد الجزء التاني. معلش الدقيق بقى هنعمل ايه؟ بنتحايل على الظروف بتاعتنا، الحمد لله والشكر لله. شايفين؟ افردها كده وهدهنها برضو، وهكمل لفها كده. انا بدهنها كده بخليط ما بين الزيت والسمنه. ممكن تدهنيها زيت بس، ممكن تدهنيها سمنه بس، عادي يعني اللي موجود عندك كله متاح، مفيش اي مشكله. شايفين؟ بس كده. ده نص كميه زي ما قلت لكم، نص الكميه انتوا شفتوني قطعتها وخليتها لوحدها. احطها في كيس واحطها في الفريزر، وقت ما عاوزها اطلعها. شايفين؟ بعملها حوالي كده، يعني حوالي قد عقلة صباع كده او اكتر شويه صغيرين. شايفين؟ بصوا، بصوا طريقه التشكيل سهله ازاي. الحته اللي في الجنب دي بحاول اضغط عليها شويه كده عشان لما اجي اقلي في الزيت ما تفكش مني، وبدوس عليها بصباعي كده زي ما انتوا شايفين. دي نص الكميه، ودي نص الكميه التانية اللي انا هشيله. ايه رأيكم؟ طبعا لو عايز تعملي الكمية كلها او حتى تضاعفي الكمية براحتك، بس احنا هنا علشان نفرين اتنين بس، عشان خاطر ولادي انا كلهم متجوزين، فيعني مفيش غير انا وجوزي بس، فيعني الكمية دي كتير علينا كمان. اللهم صل على سيدنا محمد. بس وجبت طاسة كده فيها الزيت مش غزير قوي، وكمان انا ما سخنتهوش قوي يعني،
يعني هو ولا سخن ولا بارد، بس مش مقدوح قوي يعني عشان ما تاخدش لون بسرعة وتبقى من جوه عجينة. بصبر عليها كده شوية وبعدين بقلبها. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين؟ تاخد معايا لون ذهبي كده جميل وبعدين اطلعها على الشربات. اظن لا في اسهل من كده ولا في حاجة اقتصادية اكتر من كده. جربوها، اللي عنده شوية دقيق دلوقتي يقوم يعملها، مفيش اي تكاليف مفيش اي حاجة، وطعمها والله تحفة تحفة تحفة. حاجة بجد اقتصادية، بجد ربنا يبارك للي فكرت في الفكرة الحلوة ديت، انا عجبتني جدا. حاجة لذيذة كده وسريعة واقتصادية وتقدري تعمليها في أي وقت وما بتاخدش وقت كتير. يعني أنا سبتها بعد ما عجنتها، سبتها حوالي ربع ساعة كده وبعدين فردتها بس. كل ما اجي بقى يعني لما حطيت اول مره شلت الطاسه شويه عشان انا مش عايزاه زي ما قلت لكم، مش عايزاه مقدوح، مش عايزاه سخن قوي، مش عايزه اول ما انزل فيه الحلوه بتاعتي تقوم تاخد لون بسرعه وما تبقاش تمام. بس دي الكميه اللي انا عملتها من نص الكميه اللي انا عملتها. ايه رايكم؟ حاجة تحفة، مقرمشة من بره والله ومن جوه طرية ولذيذة، طعمها تحفة 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 تحفة. والله هتدعوا لي عليها لما تعملوها. هتدعوا لي، مش تدعوا لي عليها، هتدعوا لي أنا علشان يلا تصبحوا على خير.